ازيكم؟ سمعتوا قبل كده عن اكستنشن اسمها SVG اكسبورت؟ الاكستنشن دي حقيقي اختراع، ولو انتوا ما سمعتوش عنها قبل كده فحب اقول لكم انكم فايتكم كتير جدا جدا جدا. الاكستنشن دي هتكون مفيده ليكم لو انتوا UI UX ديزاينرز او جرافيك ديزاينرز او اي حد مهتم بالديزاين في العموم. فتعالوا بقى اقول لكم كده هتفيدنا في ايه. ساعات كتير لما بنبدا نتصفح في اي موقع بنشوف مثلا ايقونات مختلفه بتعجبنا جدا او عناصر معينه هم مستخدمينها، وبنحب نعرف هم جايبينها منين او ننزل الايقونات دي او العناصر دي. طيب نعمل ايه بقى هنا؟ بكل سهوله الاكستنشن دي هتساعدنا جدا جدا جدا. بمجرد ما يضغط بقى على الايقونه بتاعه الاكستنشن دي هتفتح معانا الصفحه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والصفحه دي هتلاقوا فيها كل الايقونات وكل العناصر اللي هم مستخدمينها في الموقع اللي احنا كنا فيه، وتقدروا ان انتوا تحملوها بكل سهوله من هنا وتستخدموها في الديزاين بتاعكم. وكمان من الميزات الحلوه جدا في الاكستنشن دي انكم تقدروا تنزلوا اي عنصر من العناصر دي او اي ايقونه من الايقونات دي SVG او JPG او PNG، وكل الحاجات دي تقدروا تنزلوها فور فري ومش هتحتاجوا تدفعوا اي حاجه عشان تستخدموا الاكستنشن دي. وكمان تقدروا ان انتوا تعملوا سيلكت لاكتر من عنصر وتعملوا لهم داونلود مره واحده، واي عنصر من دول هتاخدوه عندكم على ملف فيجما مثلا وتستخدموه، سواء هتغيروا في لونه او تغيروا في حجمه او ايا يكن، هتلاقوا الجوده بتاعته كويسه جدا والكواليتي بتاعته مش هتقل ولا حاجه. طيب ننزل ازاي بقى الاكستنشن دي؟ بكل سهوله هنروح على الكروم ويب ستور ونبحث عن SVG اكسبورت، هتلاقوا الايقونه بتاعتها بالشكل ده، وبعد كده هنعمل لها اد تو كروم. هتلاقوا الايقونه ظهرت معاكم بالشكل ده كده في الشريط اللي فوق، هتلاقوها موجوده جنب شريط البحث على طول، فتقدروا ان انتوا تضغطوا عليها لما تكونوا في الموقع اللي انتوا عايزينه، وبمجرد ما تضغطوا عليها زي ما قلت لكم هتفتح معاكم صفحه جديده فيها كل الايقونات اللي موجوده في الموقع اللي انتوا كنتوا فيه. وبس كده. لو عجبكم بقى الفيديو ده ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك كده بسرعه في القناه، وكمان تتابعونا على الانستجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في اول تعليق مثبت. ومع السلامه.